السلام عليكم متابعيني الكرام، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Healthy and Cooking، صحة وطبخ مع كريمة. اليوم إن شاء الله رجعت لكم مدة هذه ما سجلت حتى شي فيديو، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد على القناة، وإن شاء الله رجعة محمودة يا ربي إن شاء الله. فاليوم الطبق ديالنا هو الدجاج على الطريقة ديال الطنجية. حضرته في طنجرة الضغط، ماشي في الطنجية، وبطريقة سهلة جدا وسريعة التحضير. فخليكم معايا في الفيديو غادي نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات متابعيني الكرام، كي كتلاحظوا فحطيت معكم هنا المكونات. كي كتلاحظوا معنا عندنا ضامة ديال الزعفران، ما عنديش ما متوفرش عندي زعفران شعرة، غادي نستعمل الزعفران الضامة. وعندي هنا فصوص ديال الثوم، اختاريت انني نقيهم ونخليهم بهذا الشكل. ممكن انكم تستعملوا كرة ديال الثوم. وزعفران كي قلت لكم فانا استعملت الضامة. هنا عندي عفوا السمن، استعملت ملعقة كبيرة ديال السمن، هو ماشي حار. وعندي الليمون مخلل او الحامض مصير، عندي هنا حبتين صغار، الا كان كبير استعملوا نص حبة. عندنا حبوب ديال الكمون، نصف كأس ديال الماء، ونصف كأس ديال زيت الزيتون. غنستعملوا غير هاد الكمية ديال الماء وديال الزيت. وعندي حبة دجاج نقيتها وغسلتها مزيان وقطعتها على 4. فالآن غادي نجيب طنجرة، غادي نحط فيها القطع ديال الدجاج. أول شيء أنا غادي نطيبها في طنجرة الضغط الكهربائية، ممكن تستعملوا غير طنجرة الضغط العادية. غادي نضيف عليها السمن، كي قلت لكم ملعقه كبيره ديال السمن اللي استعملت. الا كان عندكم السمن حار استعملوا ملعقه صغيره، انا السمن اللي عندي ماشي حار. وعندنا الفصوص ديال الثوم، غادي نوضعهم كذلك. ممكن نستعملوا كرة ديال الثوم يعني صينه الا بغيتوها. بالنسبه لليمون غادي نقطعها كل نصف، غادي نقطعو على 4، يعني ربع ربع ربع. فانا عندي الليمون صغير، الا كان الليمون كبير كي قلت لكم استعملوا نص ليمونه او نص حامضه مصيره. عندنا الكمون، غادي نستعمل ملعقتين كبار ما عامرينش. فانا الكمون تيعجبني في الطنجره صراحه، في الطنجيه طنجره طنجيه كذلك. وعندنا زيت الزيتون نصف كأس، وداك النصف كأس ديال الماء غادي ندوب فيه ديك الضامة ديال الزعفران. وإلا كان عندكم زعفران شعرة ندوبوه كذلك في داك النصف ديال الماء. صافي دابا غادي نخلط مزيان ندخل ديك التوابل، واخا ماشي مكتارينش، يعني قلالين. غادي نديرهم مزيان على الدجاج، وغادي نوضعو على الجهة، غنقلبو بهذا الشكل. كي كتلاحظوا كامل غادي يتقلب على الشكل. الصدر غادي نوضعو على الجهة ديال الصدر، والفخذ كذلك على الجهة اللي فيها اللحم ديال الفخذ. وغادي نوضعو في الطنجرة، يعني نوضعو الطنجرة تطيب. غادي نسد عليها ونخليها نصف ساعة مهيلة، حتى الطنجرة ديال اللي الى طيبوا على الغاز. نقصوا البوطة مزيان وخليوها نص ساعة. الآن متابعينا الكرام غادي نفتح معكم الطنجرة. يلا طفيت عليها، دازت نص ساعة، وشوفوا كمية الماء اللي طلقات. فانا درت قدامكم، درت نصف كأس ديال الماء، درت فيه زعفران. شوفوا كمية ديال الماء. دابا غادي نخليه يشرب. قلبته على الجهة الثانية، الدجاج كامل قلبته على الجهة الثانية، وغادي نخليه يشرب ليا شي شوية باش تقال ديك ال ديك يعني البلول ديالو يكون ثقيل، او الدغميره كي كنقولوا، ولكن الدغميره ديال الدجاج محمر ماشي ديال هادي. المهم داك البلول ديالو تيتقال، شوفوا تيتركز، شوفوا تبارك الله كي كيجي رائع وسهل وسريع التحضير، وما غاديش تشبعوا منه. الان غادي ندوز باش نحطه في الصحن بهذا الشكل. كي كتلاحظوا شوفوا الصدر ديال الدجاج كيجي
بنين وما كيجيش ناشف، كيجي رطب، كيجي رائع جدا، ما تشبعوش منه. كي قلت لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير. الا ما عندكمش طنجية، عندكم طنجرة ديال الضغط اللي هي الكوكوت. شوفوا تبارك الله كي كيجي رائع منظر ومذاق، واللي ذاقها عندكم ما غاديش يشبع منه صراحة. وإلا جربتوه غادي تولوا مدمنين عليه صراحة. انا جربته من يد ديال الزوج ديالي، هو اللي طيبوا لي اول مرة وعجبني بزاف، وقلت ضروري ان شاء الله نهار غادي نرجع للقناة اول فيديو غادي يكون العودة ديالي به هو ديال الطنجية ديال الدجاج. فان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسونيش بالدعم ديالكم، لايك وتعليق زوين من عندكم. خليتكم في امان الله، الى لقاء جديد، فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.